الخلاصة للسنة كلها أيها الأسد من يوم 30 يونيو، الخلاصة أيها الأسد 2026 و2027 من يوم 30 يونيو بيدخل المشتري لبرجك، يعني بيتك الأولاني مباشرة، فيعلن عن بدء عام الظهور، الاتساع، الشفاء، الثقة المطلقة، البدايات الجديدة النظيفة. وبما ان المشتري بيحكم بيتك الخامس وبيحكم بيتك الثامن، فالحب والابناء والابداع والشهرة والفلوس المشتركة والتعويضات والاسرار والتحولات النفسية العميقة كلها بتخش في صلب حياتك ايها الاسد وفي صلب شخصيتك وتنعكس على مصيرك، مع وجود زحل بقى ونبتون كمان الموجودين في برج الحمل في بيتك التاسع. فمسائل السفر البعيد ومسائل الدراسات العليا ومسائل الأواضي العالقة هتنتهي، كل ده مسائل الإيمان هيبقى دول كلهم هيعملوا مساحات كبرى في حياتك. المشتري هيخفف الرخامة بتاعت زحل ونبتون وثقلهم عليك، لكن في طاقة واسعة، طاقة فرج واسعة. اورانوس في الجوزاء كمان في بيتك ال11 بالتحقيق الاهداف بيدي لك مفاجآت وبيدي لك فرص ذهبية من حتة ما كنتش تتوقعها، من يمة الجمهور او المتابعين او الاصدقاء الجدد او المنصات الرقمية او التكنولوجيا الحديثة. فعلشان كده السنة دي بيقول لك فيها الفلك وبأعلى صوت: قوم وانهض يا ملك، فقد حان وقتك بالثانية، اخرج بره الظل، فالمسرح والمنبر مستنيين طلتك. اياك تصغر صورتك، اياك تقلل من نفسك عشان تطمن وتريح الناس اللي حواليك، ولا ما تكبرش الامور ولا تنفق فيها من غير حكمة ومن غير عقل عشان ما تخسرش ميزانيتك وعشان ما تتفضحش. المشتري في الأسد بيحط لك التاج على راسك، بس زحل في التاسع بيسألك: هل أنت تستحق التاج ده أيها الأسد؟ هل أنت تستحق العلم اللي فوق دماغك ده وتلتزم بيه؟ نبتون كمان بيسألك: هل رؤيتك وحلمك ونورك الحقيقي ولا ده سراب ووهم؟ اورانوس بيسألك بيقول لك: هل انت عندك الجرأة تدخل المستقبل بثوب جديد مروشن وتسيب القديم؟ فلو انت عرفت تحل الكلام ده، ترد على الكواكب دي كلها بذكاء الملوك ما بين الكرامة والتواضع، ما بين الجرأة والحكمة، ما بين الظهور والمعنى الحقيقي، هتكون دي واحدة من أعظم وأهم وأقوى سنوات عمرك كله. سنة الاسم، سنة الحضور الطاغي، سنة الحب الحقيقي، سنة الجمهور العريض، سنة السفر لنسخة أعلى وأجمل من ذاتك ومن نفسك. بدعو الجميع للاشتراك في قناة اليوتيوب بشركة الفلكي للإنتاج الفني، دي القناة الجديدة بتاعتنا عشان القديمة ولت واتهكرت. سعدت بصحبتكم، خالص التحية لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.